شنو التحكيم؟ يلا نبدأ. إذن السؤال الأول، شنو هو التحكيم؟ فكروا فيها شوية. التحكيم بكل بساطة هو ملي جوج ديال الناس ولا جوج شركات كيتنازعوا وبلاصة ما يمشيو للمحكمة كيتفقوا بيناتهم باش يعرضوا المشكل ديالهم على واحد الهيئة خاصة سميتها هيئة التحكيم، وهي اللي كتفصل بيناتهم. يعني الأساس ديال كل شيء هو الاتفاق. مزيان. وهذا الاتفاق عنده سمية قانونية. السؤال الثاني، شنو هو اتفاق التحكيم؟ يلا فكروا فين. اتفاق التحكيم هو واحد الالتزام كتابي، يعني الأطراف كيلزموا راسهم أن أي نزاع غادي يوقع بيناتهم مستقبلاً ما غاديش يمشي المحكمة، ولكن غادي يتحل عن طريق التحكيم. هذا الاتفاق ممكن يكون على نزاع جاي من عقد أو أي علاقة قانونية أخرى. وكيفاش كيتصاوب هذا الاتفاق؟ هنا القانون عطانا بزاف ديال الحلول، ممكن يكون في عقد رسمي أو عقد عادي بين الأطراف، أو حتى في محضر كيتسجل مباشرة قدام الهيئة التحكيمية. المهم هو تكون الإرادة ديال الأطراف واضحة ومكتوبة. أوكي، دابا أجي نشوفوا السيناريو كيوقع بزاف. تخيلوا كاين اتفاق تحكيم، ولكن واحد من الأطراف ما احترموش ومشى ديريكت للمحكمة. شنو خاص المحكمة دير في هذه الحالة؟ هذه نقطة مهمة بزاف، فكروا فيها. المحكمة هنا خاصة تحكم بعدم القبول. ركزوا معايا، ماشي بعدم الاختصاص. عدم القبول كتعني أن المحكمة كتقول لهم عندكم اتفاق تحكيم، سيروا تبعوه هو الأول، أنا ما غاديش نشوف الدعوة ديالكم دابا. هي كتحترم الاتفاق اللي بيناتهم. ولكن ردوا البال، هادشي ماشي اوتوماتيكي، خاص الطرف اللي ترفعت عليه الدعوة هو اللي يقولها للقاضي ويقولها ليه قبل ما يدخل في أي نقاش في الموضوع ديال الدعوة. إلا ما قالهاش من الأول صافي الفرصة مشات عليه. دابا باش هاد الاتفاق ديال التحكيم يكون صحيح، شنو الشروط ديالو؟ شنو هي المعلومات اللي ضروري تكون في اتفاق التحكيم باش ما يتحكمش عليه بالبطلان؟ 3 ديال الحوايج أساسية. أولاً خاصو يكون مكتوب. ثانياً خاص يحدد بوضوح الموضوع ديال النزاع. وثالثاً خاص يكون فيه العنوان والعنوان الإلكتروني ديال الأطراف. يلا نقصت غير حاجة واحدة من هادو، الاتفاق كيتعتبر باطل. وهنا كاين واحد السؤال مهم، إلا كان العقد الأصلي مثلا عقد بيع باطل، واش شرط التحكيم اللي كاين وسط منه حتى هو كيبطل؟ الجواب هو لا. القانون كيعتبر شرط التحكيم بحال شي عقد مستقل بذاته، يعني وخا يبطل العقد الأصلي شرط التحكيم كيبقى صحيح وخدام. هادشي باش يعطي قوة واستقلالية للتحكيم. مزيان، دابا ندوزو للشخص اللي كيحكم في نزاع التحكيم. سؤال آخر،